احنا قررنا مع بعض من اول يوم في سلسله مشروع منتخب مصر لكاس العالم 2030 ان احنا هندمج بين الواقع والخيال، ومن الخيال ان احنا نعيش فكره اننا احنا المسؤولين عن كل حاجه في اتحاد الكره المصري. وده هيكون موضوع الحلقه الجايه بعد المناقشات اللي دارت بينا في تعليقات الحلقه الاولى واللي بصراحه فرحتني جدا. لكن النهارده هنرجع للواقع، لان اي قرار بيصدر من اتحاد الكره هيأثر على مشروعنا سواء بالايجاب او بالسلب، واحنا مش هنشتغل في عالم موازي، احنا هنبني مشروعنا على الواقع وهنقول راينا وهنكمل عليه. ومن اهم القرارات قرار تعيين الكابتن شوقي غريب مديرا فنيا لاتحاد الكره المصري. لكن قبل ما اقول رايي لازم اخدك معايا في رحله صغيره عن طريق آلة الزمن ونرجع لسنه 2007، لان سنه 2007 كانت بدايه حكايه منصب المدير الفني لاتحاد الكره المصري، واول واحد قعد على الكرسي ده كان الجنرال الكابتن محمود الجوهري. لكن هل تعرف ان المنصب ده من وقتها شهد استقالات واقالات وخلافات ومشروعات بدات وما كملتش؟ يبقى تعالى بقى نرجع مع بعض ونشوف تاريخ الاداره الفنيه لاتحاد الكره قبل ما نحكم هل كان تعيين شوقي غريب هو القرار الصحيح ولا لا. القاهره اغسطس 2007. في الوقت ده كان سمير زاهر رئيسا لاتحاد الكره المصري، وقرر مجلس الاداره استحداث منصب جديد لاول مره في تاريخ الكره المصريه، وهو منصب المدير الفني لاتحاد الكره المصري، واختار الجنرال محمود الجوهري ليكون اول من يتولى المنصب بعقد مدته عامين. والجوهري ما كانش جاي يدرب منتخب، كان جاي يبني منظومه يشرف على المنتخبات السنيه ويطور المدربين ويحط هويه فنيه للكره المصريه. الكلام اللي بيتحط في اي موضوع انشاء او موضوع تعبير بيتكلم عن المدير الفني لاتحاد الكره المصري. لكن من اهم افكار الجنرال وقتها انشاء دوري تحت 23 سنه، وكان شايف ان في عدد كبير من اللاعبين بيتخرجوا من منتخبات الشباب لكن بيقعدوا على دكه البدلاء في انديتهم، فلو هم بيلعبوا مع الفريق الاول ولا بقى عندهم بطوله تحافظ على تطورهم. وكان مؤمن ان دوري تحت 23 سنه هيدي اللاعبين احتكاكات اكتر وضايق لعب اكتر، ويكون حلقه الوصل بين قطاع الناشئين والفريق الاول. لكن مجلس اداره سمير زاهر رفض الفكره، وكان وجهه نظر المجلس ان البطوله هتفرض اعباء ماليه اضافيه على الانديه وان جدواها الفنيه غير مضمونه. ومن هنا بدا اول صدام بين المدير الفني ومجلس الاداره. وبعد حوالي عام فقط في المنصب في 28 اغسطس 2008 قدم محمود الجوهري استقالته بعد اجتماع مع سمير زاهر لتنتهي اول تجربه في تاريخ الاداره الفنيه لاتحاد الكره المصري. والمفارقه ان الفكره اللي اتقال عليها وقتها ملهاش جدوى، عاد اتحاد الكره بعد سنوات طويله لتطبيق نسخه مشابهه منها تحت اسم الدوري الرديف. وبعد استقاله الجوهري اختار مجلس اداره سمير زاهر محمد السياجي مديرا فنيا لاتحاد الكره، وكان الهدف استكمال مشروع التطوير، خاصه ان مصر كانت بتستعد لاستضافه كاس العالم للشباب 2009، فكانت مهمته الاشراف على تطوير المنتخبات السنيه وتجهيز المنظومه قبل البطوله. لكن ما اكتملتش التجربه. في 1 سبتمبر 2012 توفى محمد السياجي بعد صراع مع المرض لتنتهي رحلته داخل الاداره الفنيه. وبعد انتهاء فتره سمير زاهر جه فتره جمال علام اللي في عهده جاء الدكتور عمرو ابو المجد ليتولى منصب مدير فني اتحاد الكره المصري، واحد من ابرز محاضري الفيفا والكاف ومتخصص في تطوير المدربين. وتولى المهمه في يناير 2013، وكان هدفه وضع معايير علميه لاختيار الاجهزه الفنيه للمنتخبات الوطنيه بعيدا عن المجاملات والاهواء الشخصيه. وبعد انتهاء اللجنه الفنيه من تقييم المرشحين وفقا للي اتقال في الصحافه وقتها، كانت اللجنه تميل الى تعيين حماده صدقي لقياده منتخب الشباب ومعتمد جمال لقياده منتخب مواليد 95. لكن مجلس الاداره استقر في النهايه على ربيع ياسين مديرا فنيا لمنتخب الشباب وعلاء ميوب مديرا فنيا لمنتخب 95. وهنا اعترض عمرو ابو المجد لانه كان شايف بالبلدي كده لو انا مش صاحب قرار في المنصب ده، خصوصا ان هو منصب تنفيذي، يبقى عدم وجود انا كده بحترم نفسي. ففي 26 مايو 2013 قدم استقالته. وبعد استقاله عمرو ابو المجد اتحاد الكره قرر ان هو يجيب واحد من اهم خبراء تطوير الناشئين في مصر، الكابتن فتحي نصير، وده كان في عهد مجلس جمال علام. فتحي نصير ما كانش اسم جديد على الكره المصريه، ده واحد برضه من ابرز محاضري الكاف والفيفا وصاحب خبره كبيره في اكتشاف المواهب وتطوير المدربين والعمل مع المنتخبات السنيه، وكان هدفه اعاده تنظيم الاداره الفنيه ووضع خطه طويله المدى لتطوير الكره المصريه. لكن زي اللي حصل مع اللي قبله ظهرت ازمه صلاحيات من جديد، واختلفت الرؤيه بينه وبين مجلس الاداره في بعض الملفات الفنيه لتنتهي التجربه ويرحل فتحي نصير. فكر كده زي ما يكون انت بقى واحد فرد في اتحاد الكره كده وعارف نمط اتحاد الكره من سنين، اللي مسك اول اداره فنيه في اتحاد الكره واحد لا يعتبر اهلاوي ولا زملكاوي لانه درب الاثنين ويعتبر يعني مدرب منتخب مصر، اللي هو طبعا الجنرال محمود الجوهري. وجي بعده واحد من غزل المحله، وجي بعده واحد محسوب على النادي الاهلي، فبالتالي اللي بعده كده هيكون واحد محسوب على نادي الزمالك،
ومن ابرز الاسماء اللي محسوبه نادي الزمالك حسن شحاته اللي عرضوا عليه فعلا ورفض، فبالتالي اللي بعده اكتر شهره هو فاروق جعفر. فبالظبط في فبراير 2014 قرر مجلس جمال علام تعيين فاروق جعفر مديرا فنيا لاتحاد الكره المصري، لكن فترته كانت قصيره جدا. في نوفمبر 2014 انتهت مهمته بعد ازمه الجمع بين منصبه كمدير فني لاتحاد الكره واستمراره في العمل الاعلامي. وكانت وجهه نظر مجلس الاداره ان المنصب بيحتاج لتفرغ كامل، طبعا على اساس يعني ان المنصب يعني بياخد صلاحياته كامله، لتنتهي تجربه فاروق جعفر بعد اقل من عام. وبعدها شهد المنصب حاله من عدم الاستقرار مع تغييرات في الهيكل الفني للاتحاد لحد ما وصلنا لعام 2021. والاول مره قرر اتحاد الكره الاستعانه بمدير فني اجنبي وهو البرتغالي فينجادا في ابريل 2021. وفي عهد اللجنه الثلاثيه برئاسه احمد مجاهد اعلن اتحاد الكره تعيين البرتغالي فينجادا مديرا فنيا للاتحاد، وكان الهدف الاستفاده من خبراته الدوليه وبناء مشروع طويل المدى لتطوير الكره المصريه، وكل الكلام اللي في خبره ودوليه وتطوير والكلام اللي هو بتاع الانشاء والتعبير. وفعلا بدا فينجادا ينزل الانديه ويزور قطاعات الناشئين ويتابع مسابقات المراحل السنيه ويشارك في تطوير دورات الرخص التدريبيه للمدربين، وبيحاول يحط هويه فنيه موحده لكل المنتخبات الوطنيه. كان في كلام كده ان في صراعات بينه وبين كيروش في بعض وجهات النظر الفنيه، لكن قبل ما المشروع يبدا يجيب ثماره اتغير مجلس اداره اتحاد الكره المصري ونجح جمال علام في انتخابات اتحاد الكره المصري. تحس كده ان هو سكريبت بيتكرر دايما. ومع تغيير الاداره طبعا كل واحد بيجيب رجالته، بدات اعاده هيكله الملفات الفنيه. وفي ابريل 2022 اعلن اتحاد الكره نهايه التعاقد مع فينجادا، وبعدها طبعا المنصب ده قعد بدون استقرار لحد فبراير 2024. في فبراير 2024 قرر مجلس جمال علام تعيين علاء نبيل مديرا فنيا لاتحاد الكره المصري. ومش هكدب عليك ومش عارف برضه صلاحيات علاء نبيل وهل اتظلم ولا ما اتظلمش، ولا حتى قادر احدد هل مقوماته تساعده ان هو يمسك منصب زي ده، غير ان هو مسك مدرب مساعد مع شوقي غريب في الفتره اللي المنتخب مصر كان في اسوأ فتراته فيها 2013 و14. فمش هقف كتير عند علاء نبيل لانه برضه يعتبر كمل مع هنا بروده شويه لحد لما هنا بروده في 2026 يقرر تعيين شوقي غريب مديرا فنيا لاتحاد الكره المصري. يبقى المنصب مر عليه محمود الجاري، محمد السياجي، عمرو ابو المجد، فتحي النصير، فاروق جعفر، محمود سعد، فينجادا، علاء نبيل، واخيرا شوقي غريب. وبعد الرحله دي كلها واضح جدا ان الازمه عمرها ما كانت في الاشخاص بس، الازمه الحقيقيه كانت في الصلاحيات، لان المنصب من غير صلاحيات تنفيذيه ملوش اي معنى. ولو المدير الفني هيقترح مجلس الاداره هو اللي هيقرر كل حاجه يبقى هنحاسبه على ايه؟ ولو المنصب مجرد صوره عشان نقول ان عندنا هيكل اداري متطور يبقى احنا بنستخف بعقول جمهور بقى واعي جدا وفاهم يعني ايه اداره فنيه ويعني ايه تطوير حقيقي. اما بالنسبه لتعيين الكابتن شوقي غريب فانا بصراحه مش مقتنع بانه الاختيار الامثل للمنصب، وده مش تقليل من قيمه شوقي غريب، بالعكس الراجل حقق انجاز تاريخي لما قاد منتخب مصر لتحقيق برونزيه كاس العالم للشباب 2001. والجيل ده كان فيه حسام غالي ومحمد شوقي، وحط تحت محمد شوقي 100 خط، لان محمد شوقي كان كمان المدرب المساعد لشوقي غريب في اولمبياد طوكيو 2021. حط تحت دي مليون خط، لان دي بالنسبه لي اهم نقطه ايجابيه في القرار. وصلنا من صلاحيات المدير الفني لاتحاد الكره ترشيح المدير الفني لمنتخب مصر الاولمبي، فاتمنى فعلا نشوف محمد شوقي في المنصب ده. وفي النهايه اتمنى من كل قلبي ان الكابتن شوقي غريب ينجح ويطور من نفسه في المنصب ده، حتى لو هو منصب جديد عليه وحتى لو احنا مختلفين على الاختيار، لان نجاحه هيكون نجاح للكره المصريه كلها. لكن لو بتسالني انا كنت هعمل ايه، كنت هجيب مدير فني سبق له العمل في المنصب ده حتى لو كان اجنبي. مش لازم يبقى اسمي بحجم لويس كامبوس، لكن يبقى واحد اشتغل فعلا في اداره التطوير او مدير فني لاتحاد كره قبل كده وعنده خبره في بناء المنظومات. وفي نفس الوقت عين نائب مصري يتعلم منه عشان بعد كام سنه يبقى عندنا كادر مصري جاهز يمسك المنصب. ولو اختار اسم مصري يبدا الرحله دي هرشح ايمن الرمادي، لانه صاحب فكر وشخصيه وعنده رغبه في التطوير، ويعتبر من المدربين يتعدى على الصوابع اذا ما كانش هو المدرب الوحيد اللي حاصل على دبلومه اليوفا برو. في النهايه الكره المصريه مش محتاجه مجاملات ولا تعيينات على اساس الصداقه او المصالح. الكره المصريه محتاجه ناس جديره بالمناصب، لان الطريق لكاس العالم 2030 مش هيبدا من مدرب من خط التماس، هيبدا من الاداره. وعايز راي دلوقتي الجمهور كود اللعبه في تعيين شوقي غريب مديرا فني لاتحاد الكره المصري.